حضرتك ما تشبهش اللي يغدر بيك او يخونك بالكلب، لان حضرتك كده بتهين الكلب. الكلب وفي جدا، من اوفى المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها على وجه الارض. عمره ما يعض الايد اللي اتمدت له ولا احسنت اليه. انما الانسان اما يغدر بيك مرة يغدر بيك 1000 مرة. الغدر بيجري في دمه، مولود معاه. حضرتك طبعا فاهم انا بقصد ايه. الغدر مولود معاه، واحيانا هو بيحاول يثبت لك ان هو غدار بس انت لما بتبقاش واخد بالك، وبيحاول يثبت لك ان هو خاين وما يؤتمنش وانت برضه اللي ما بتبقاش واخد بالك. كويس قوي انك خدت بالك حتى لو متأخر، وما تجادلش مع الحمار، وما تتعبش نفسك وتهري كتير معاه وتحاول تقنعه، لان الحمار حمار له عقل لوحده، هيفضل حمار. فانت اللي هتتعب، انت في الاخر اللي هتتعب في اقناعك للحمار. وما تعتبش الواطي، لان الواطي واطي وهيفضل واطي والله لحد ما يموت. بيتنمر عليك وهو كله عيوب، بيوجهك للفضيلة وهو بيسمع عنها بس ما يعرفش يعني ايه فضيلة. بيكلمك عن الحرام والحلال وهو عيشته كلها حرام. بيكلمك عن الشرف وهو بيسمع بس عن الشرف. هو إنسان لو مؤاخذة ديوس. بيكلمك عن الأمانة وهو خاين. بيكلمك عن الوفاء وهو أصلا غدار. بينصحك وهو عايز النصيحة. بيوجهك وهو عايز التوجيه. كل ده وأكتر من كده بكتير قوي بنبقى عارفينه في البني آدم، وبنديله التحية وبنديله تعظيم سلام وبنكبر بيه وبنعمل له شأن وبنعمل له قيمة. ما تذلش نفسك وتكسر نفسك قدام أي حد، وما تعملش لحد قيمة إلا اللي يستاهلها بس. حضرتك سامعني، كرامتك أحسن من كل حاجة. هتقولي معاه فلوس، ملعون أبوه لأبو فلوسه. ده احنا بنبقى عارفين إن فيه كل العيوب دي وبنطلبه في فض المجالس وفي حل المشاكل وفي القعدات العرفي، وبنكبر منه وهو إنسان ولا حاجة. كل اللي أنا قلته عليه ده وبرضه هيكون منافق، يعني لا هيحل لك ولا هيعمل لك حاجة، هينافق. ما تعملش قيمة إلا للي له قيمة. انت راجل قيمتك كبيرة، انت راجل ولك هيبة ولك شأن وعندك كرامة وعزة نفس. ما تكسرش نفسك لبني آدم على وجه الأرض، وما تعملش شأن ولا تعمل قيمة لحد ما يستاهلهاش يا أخي. تحياتي ليك.